السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ كل سنة وانتم بألف خير. رمضان طالع يجري والعيد جاي يجري، وربنا يا رب يعيده علينا دايما بالصحة وبالخير وبالبركة وبكل حاجة حلوة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا النهاردة عزومة وتجهيزات بقى من اليوم اللي قبل، وما شاء الله يعني أصناف كتير. وإن شاء الله تاخدوا أي فكرة كده لو عندكم برضو ضيوف وحابين تعملوا لهم أكلات حلوة. اول حاجه معايا خلطه الممبار. فانا الاول خالص سبكت شويه طماطم، سبتها على البوتاجاز كده تتسبك وتتقل. وجيت هنا في الطبق بتاعي ده حطيت بقى ايه طماطم، قطعتها مكعبات، قطعت بشرت كمية حلوة من البصل، حطيت هريسة شطة، حطيت معلقة حلوة من الثوم المفروم، حطيت شوية خضرة كده كنت مفرزاهم شوية حلوين يعني محترمين، الممبار بيحب الخضرة زيادة. وكمان حطيت بقى التوابل بتاعتي كلها، بهارات مشكلة، ملح، فلفل اسمر، بابريكا، شوية شطة، شوية نعناع مجفف كده. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شوية صغيرين من الكمون والكزبرة. قلبت ده كله، والخلطة ريحتها تحفة تحفة تحفة. كمان قطعت فلفل اخضر. والممبار بتاعي كنت غسلاه كويس جدا جدا بالملح والليمون والدقيق، وصفيته شطفته كذا مرة طبعا وصفيته كويس. وبمسك بقى كمان اضفت لازم ضروري جدا الكوبايه الصغننه دي بتاعه القهوه، يعني كوبايه وشويه كمان من الزيت عشان الرز بتاعك يفلفل كده جوه الممبار، ويتحشي معاكي كمان بسهوله، تلاقيه بيدخل معاكي كده جري بدون مجهود. بتحشي نص الممبرايه كده، وبعدين توزعي الخلطه بتاعتك التحفه دي في باقي الممبار، وتسيبي الطرفين فاضيين بحيث ان هو ما يقعش منه، وفي نفس الوقت يستوي كويس، ولازم يبقى مبطط كده. بصوا، بمجرد ما بيشم الحرارة بتاعة المية بيضم نفسه كده، فبتبقى يعني مش هتفتح معاكي، ما تقلقيش. المية بتاعتي مغلية، فيها بصل، فيها لورا، فيها فلفل اسمر. حطي التوابل اللي انت بتحبيها كلها، بحيث ان هو والملح كمان، بحيث ان هو لو الميه ما فيهاش التتبيله بتاعتها هيبقى هتسحب التمليحه والبهارات اللي جوه الممبار، فاحنا عايزينه يبقى متبل جوه وبره، ومحافظين على الطعم بتاعه. بيقعد معايا قد ايه على البوتاجاز حسب الممبار، بس ممكن يقعد معايا ساعه الا 10 دقايق لحد ساعه. استوى وصفيته. وكده كل ده كان اليوم اللي قبل العزومة. دلوقتي انا بجهز ايه برضو اليوم اللي قبل العزومة؟ بجهز رز بلبن. طب انا ليه ما عملتش كنافة وبسبوسة وكده؟ لاني بصراحة كلناهم كتير وزهقنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. والرز بلبن بتاعي ده عبارة عن ايه؟ 3 كيلو ونص من اللبن، حطيتهم يغلوا، وهحط عليهم كوباية ونص من الرز. طيب انا حطيت بالكوباية الصغيرة، فحطيت لان هي مقاسها صغير، دي كوبايه قهوه، فهي ما يعادل كوبايه مج ونص. حطيتها 3 مرات. تمام كده. معايا بقى كريم شانتيه، معايا 4 ورقات فانيليا، معايا كوبايه ونص من السكر، لا مش 3 معالق، معلقتين من النشا. ال- الرز بتاعي نقعته شويه، ربع ساعه كده في الميه، وبعدين حطيته مع اللبن بعد اللبن ما غلي. اخد غلوة في قلب اللبن. اول ما خد الغلوة دي رحت طفيت عليه. الكلام ده كان قبل الفطار. طفيت عليه وسبته لبعد الفطار، كان برد تماما. رجعت له لقيت الرز استوى مع كتمة غطا الحلة واللبن مغلي، فالرز استوى وما شاء الله خلاص، مش محتاج اي حاجة. حطيت له بقى كوباية ونص من السكر، حليته. وبعد كده معايا بقى كوباية لبن لوحدها بره، قلبت فيها الكريم شانتيه، باكت الكريم شانتيه مع الفانيليا مع المعلقتين بتوع النشا. والفانيليا بتاعتي كان بقالها كتير عندي الورق ده، فرحت ضفت ايه نقطة كده من الفانيليا السايلة. بمجرد ما بيغلي كل الكلام ده في اخر دقيقة قبل ما تطفي، بمجرد ما النشا بس تغلي عشان تكون مستوية وما تبقاش مغيرة طعم الرز بتاعك، بتطفي عليه. طلعت بقى بره خالص، ورحت ايه بدأت ان انا اصبه في البولات بتاعتي. واخر معلقة الرز دي بتاعي طبعا تحفة. اخر حبة يعني في العشق الحلة دول كله. طبعا يعني ليهم جماهير كتير قوي قوي، وانا اولهم.
بصوا بسيب الرز من غير مكسرات ولا اي حاجه، بحطها بقى تاني يوم حسب الطلب، كل واحد بقى بيحب نوع مكسرات بيحطه، في ناس بتحبه ساده فبلاش نحط من البدايه. هنا بقى ايه، ركنت الرز بتاعي ورحت جايه ايه عصقت اللحمه، حطيت شويه كده معلقه كده من السمنه او من الزيت، وفصين 3 من الحبهان، ورقتين من اللورة. بمجرد ما سخنوا كده رحت نازله عليهم باللحمه بتاعتي. جيت في طاسه تانية حطيت بقى حبه محترمين من الزيت، ورحت بشرة حته ليا كده معايا، وقدحتها كده في قلب الزيت السخن، ساحت بقى خالص لانها مبشوره اصلا ناعمه. ومعايا كميه حلوه كده من البصل، حوالي نص كيلو بصل، مع او يعني اقل من نص شويه، يعني لو النص كيلو مثلا 3 أو 4 بصلات حطي 3 بس. عندي جزرايه كبيره مبشوره، عندي شويه فلفل اخضر، عندي معلقه هريسه شطه، وطماطميه مبشوره، وبدات ادبله كده مع بعضه، رشه فلفل اسمر بسيطه ورشه ملح كمان عشان يبقوا ليهم طعم. كل ده رحت نازله على اللحمه بالكلام ده كله. ليه؟ لان انا مستعجله، فبدل ما استنى ان انا اعمل كل حاجه ويعني البصل يتشوح وبتاع بعدين انزل عليه باللحمه، لا انا بحب الطريقه دي ايه لما اكون مستعجله. كل الكلام ده قلبته على بعضه، ما شاء الله كميه اللحمه اتضاعفت، بس اتضاعفت بحلاوه، ما اتضاعفتش ان انا غيرت طعمها. اديتها نص كوبايه ميه، هسيبها بقى تستوي فيها وبعد كده تبقى خلاص جاهزه معايا. حطيت لها طبعا شويه قرفه صغننين، ملح وفلفل وشويه بهارات مشكله. طبعا احنا صايمين فانا لازم احضر فطار. في وسط كل الزحمه بتاعت اكلات العزومه رحت ايه عامله نص كيلو سجق شرقي كده في نفس الطاسه اللي شوحت فيها البصل، بصلايه فلفلايه طماطمايه، والسجق بتاعي ما بقطعهوش غير بعد ما يتشوح عشان اللحمه ما تطلعش منه ويبقى عباره عن لحمه مفرومه كده لوحدها. وكان عندي طبق بطاطس وطبق رز من اليوم اللي قبله، سخنتهم وكده فطرنا فطار سريع وسهل في يوم التحضير بتاع العزومة. جيت هنا حطيت في الخلاط بصلاية وطماطماية يبقى معايا بصل وجزر وفلفل وطماطم وتوم، ضربت ده كله في الخلاط. جيت رحت مصفيه في المصفى، انا مش عايزه التفل نفسه، وضفت عليه بقى كوبايه من الزبادي، حطيت بقى ملح وفلفل اسمر وبهارات مشكله يعني، وشويه بابريكا وشويه توم باودر بصل باودر، وكمان شويه صويا صوص، وشويه من دبس الرمان، وحبه من الزيت. انا بعمل ايه؟ بعمل تتبيله للشيش طاووق، هبيته فيها برضو علشان تاني يوم يبقى واخد الطعم بتاعه، بعد ما غسلته ونقعته كويس جدا في ملح ودقيق وليمون خليته تحفه. حطيته في التلاجة، غطيته كويس وشيليه بقى في التلاجة. هعمل بقى معايا ايه، هعمل حلتين صغننين كده من المحشي، محشي كرنب ومحشي ورق عنب. لحسن الحظ طبعا ومن الحاجات الحلوه قوي 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 ان يكون عندك الخلطه جاهزه، وانا كنت عاملاها معاكم في التجهيزات اللي قبل رمضان. طلعتها من الفريزر فكت تماما، وسلقت الورق العنب، وكان عندي الكرنب كمان متفرز في الفريزر فكيته. والفقره دي او الجزء ده احلى جزء بصراحه في اليوم. مريومه قالت لي انا هساعدك يا ماما، قلت لها طب، قالت لي بس وريني. فانا وريتها قلت لها حطي الورقه على الناحيه حطي الناحيه الخشنه ليكي تبقى انت اللي شايفاها، الناحيه الناعمه على البلانشه، وخدي شويه كده ووزعيهم وبتاع. فقالت لي تمام، فرحانه بقى قوي قوي، وضمت الورقه كده من الجنبين وبدات ايه تلفها، وانا بقى عماله اقول لها خلي الصباع متماسك شدي شويه. آه هنا بقى هتلف كده، وانا اقول لها لا لا افردي افردي ظبطي الورقه. فبقيت تقول لي ايه، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. طبعا كانت فرحانه بنفسها جدا، حست انها عملت معجزه يعني. وهنا بقى ايه الورق الكرنب بتاعي بطلعه من الفريزر، احطه في ميه مغليه بحيث ان هو ما يبقاش مجمد خالص وتحس ان هو فريش. قعدت حشيته بسيبه رول كده، وبقطع يعني بحشي او بلف وبقطع على قد ما انا عايزه، ما بحبش اقطعه ورق من البدايه. ركنت المحشي بتاعي خلاص بقى جاهز. هنا طبعا عملت ارضيه للحله للمحشي ده او للمحشي ده.
هنا بقى كنت بحضر حشوة السمبوسة، فكلها جبن. دي موتزاريلا اللي معايا، كانت بس في الفريزر فمجمدة، بدأت افككها كده. معايا 3 قطع من الجبنة القريش، كان معايا شريحتين 3 من الجبنة الرومي، حطيت عليهم فلفل الوان اخضر واصفر واحمر، فلفلايه كده حاره كده في النص. حطيت كمان اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جبنه براميلي، يعني قريش وبراميلي ورومي وموتزاريلا. عملت ميكس كده من كل انواع الجبن اللي في البيت. بعمل مثلث كده وبحشيها وبحاول اقفلها كويس. وللاسف النور قطع وانا بعملها، فمعرفتش اجيب لكم الحشوه كذا مره. هنا بقى كنت خلاص مش قادره اقف. تاني يوم بقى خلاص، جبت بقى العصاج بتاعي سخنته، ومعايا كيلو من الرقاق. سخنت العصاج ورحت عامله له فحمايه وطفيتها كده بمعلقه زيت وغطيته شويه. حطيت بقى فرشتي في الارض وجبت الصاج والسمنه وكله، وقعدت بقى ايه في قلب المطبخ ارص الرقاق بتاعي. فقلت بدل ما اجيب صينيه واقطع من الورق وبتاع، لا انا ايه سخنت غليت الشوربه بتاعتي وسيحت السمنه وقعدت في الارض وخدت الرقاق على الصاج مباشره. بصوا طبعا اليوم كان مضغوط قوي قوي قوي، وكان في شغل كتير جدا جدا، فانا معرفتش اصور لكم بقيه الحاجه بقى في الاخر خالص. بقى وقت بقى عارفين يعني عندك ناس وفي عدد وعايزه تغرفي وكده، فما بقاش في فرصه خالص ان انا اصور، حاجه محرجه كمان. فسامحوني بقى ان مفيش صوره للاكل كامل على بعضه. هنا بدات ابل الرقاق بتاعي في الشوربه المغليه، وطبعا لو عندك نص كوبايه لبن بقى في الوقت ده تبقى تحفه جدا. العصاج بتاعي بقى بشيل منه اي ورق لورا او حبهان عشان متبقاش مشكله وتيجي مع حد وهو بياكل هتبقى مشكله كبيره. بدأت بقى حشيت كده وبعمل بقى 3 فوق و3 تحت، 3 ورقات فوق و3 ورقات تحت. خلي بالك من التسوية بتاعته، ظبطي الفرن بتاعك. لو لقيتيه مقرمش شوية اديله كبشة كده من الشوربة او من اللبن، بحيث ان هو يطلع طري حلو كده شبه الفطير. اللهم صل على سيدنا محمد. اهم حاجة لما يكون عندك عزومة تختاري انواع الاكل اللي ضيوفك بيحبوها. دي حاجة يبقى في كذا صنف، بحيث انه اللي ما بيحبش حاجة يلاقي ايه حاجة تانية. ممكن تصادف حاجة انت عاملاها وفي حد مش بياكلها، حد او 2 في كل المجموعة، فيبقى في بدايل في الاكل. الكرنب بتاعي وورق العنب طبعا هحط له بقى ايه الليمون، واعصر عليه ليمون واحط له شرايح ليمون، واحط له كمان شويه من دبس الرمان وحبه من الزيت او السمنه براحتك زي ما تحبي، بحيث ان هم يدوا له لمعه حلوه وبرده تظبطي المزازه بتاعته. حبه الشوربه بتوعي بقى غليتهم، هبدا اسقي المحشي بتاعي ده وده. الكرنب طبعا ما بياخدش ولا ليمون ولا دبس رمان، بس ممكن تحطي له ايه معلقه او 2 صلصه كده مع الشوربه. انا تقريبا نسيت فما حطيتش. ايوه الغطا بقى اللي انت بتحطيه قبل، يعني بتحطي طبق او بتغطيه كويس قبل غطا الحله، ده بيخلي التسويه بتاعته طالعه معاكي مظبوطه جدا. طب انا هنا معايا بقيت ورق من الرقاق، فقررت ان انا الف رولات كده، وده ممكن تسويه برضو في الفرن او تسويه على الجريل. سواء كده او كده الحالتين حلوين يعني ينفع. وممكن تزودي كمان معاه حاجات تانية كتير، ممكن تحطي برضو رشة جبنة، ممكن تحطي شوية فلفل الوان، يعني براحتك. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا من الحاجات الضرورية انك تشوفي اصناف مختلفة في العزومات ولو عندك ضيوف. هنا كنت بدهنه كده دهنة سمنة من على الوش، وبدأت ان انا طلعت بقى الشيش بتاعي وبدأت ان انا ايه اشكه كده في العصيان بتاعه العيدان بتاعه الشيش طاووق. ومعايا فلفل برضو الوان. بصوا بقى انا حطيت، لو اخدتوا بالكم من شويه حطيت العيدان دي في ازازه ميه.
لازم تحطيها شويه في ازازه ميه تنقعيها، بحيث ان هي ايه، ما تتحرقش معاكي. ضروري لما بتشرب ميه العيدان دي خشب، فلما بتشرب ميه ما بتتحرقش. ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا الكميه كلها خلصت اهي معايا. الشيش طبعا بايت في التتبيله من اليوم اللي قبله، فريحته تحفه، تحفه جدا. واللحمه طريه كده واستوت معايا، بقت خطيره يعني. عندك طريقتين بقى للتسويه، يا اما تسخني الفرن كويس جدا جدا، تبقى فرن سخنه يعني من قبلها، وترصي بقى الشيش ده زي ما انا رصيته كده، بس لازم تحطي طبعا شويه زيت في ارضيه الصينيه او الصاج، بحيث انه ما يتلسعش معاكي في الفرن وما يلزقش. او تاخدي العيدان دي على الجريل، على البوتاجاز من فوق، تديها صدمه كده وتلفي العود على كل الاتجاهات، وبعدين ترصيه بقى في صينيه وتدخليه الفرن يكمل تسويه. ممكن كده وممكن كده، براحتك على الاخر. طيب هنا بقى كنت بدأت احمر بقى في الممبار، وبدأت اعمل الملوخية بتاعتي برضو، كمان كنت مخرطاها من اليوم اللي قبله ولفاها في الكيس كده، مخرطاها بالمخرطة ولفاها في الكيس. جهزت الشوربة وايه، على طول رحت يعني نازلة بيها كده. اول ما الشوربة غليت معايا حطيت فيها فص توم مدقوق كده مفروم، بيديها طعم حلو قوي فص توم ني. وبدأت ان انا ايه اجهز الملوخية بتاعتي. احنا كده في الدقايق الاخيرة في بقى في توتر شديد جدا في اخر لحظات. حضرت بقى شويه سمنه بلدي محترمين ومعلقه زيت كده تدي الملوخيه بتاعتي لمعه. نزلت بالثوم والكزبره وشموا بقى، شموا احلى روايح، لونها كان خطير. وهنا عملت فحمايه للممبار، كل ما بحمر شويه برش عليهم بقدونس احطهم في الحله دي. وحضرت بقى ترابيزه كبيره في قلب اوضه بعيده عن المطبخ خالص، كل الاكل اللي بيطلع معايا بحطه هناك، بحيث اني اعرف اقف اغرف. دي كانت كل اكلاتنا. والسمبوسه حمرتها اخر حاجه اخر حاجه عشان تفضل مقرمشه. كانت حشوتها تحفه وبالف هنا بالف هنا، خلصت كلها. وكل سنه وانتم طيبين، يا رب تكونوا اخدتوا اي فكره. ومعلش انا اسفه معرفتش اصور لكم الشكل النهائي للاكل، اعذروني، والسلام عليكم.